كيفكن صبايا؟ هي راح رمضان وجانا العيد ولازم نعمل معمولات العيد. بيلزمني هون كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات ونص كيلو سمنة، بعجنهم مع بعض. بدكم بإيديكم بيصير، بدكم كمان على العجانة كمان بيصير، اللي عنده عجانة بتريحه. بعد ما عجناها بنحطها بالبراد تقريبا 4 ساعات أو ساعتين، قبل بيوم كمان بتصير. هاي المرحلة الأولى من العجينة. بنجي على الحشوات. عنا هون الفستق الحلبي، بنضيف له معلقتين ماء زهر، ربع كاسة قطر، ومعلقتين سكر بودرة. فيكن تفركونا عايديكم، وفيكن كمان تحطوها بالعجانة تخفوها خفق مشان يتجانس مع بعض ويصير دبق، مشان سهولة تشكيل طابات الفستق، مشان سهولة الحشي بالمعمول، مشان ما يعذبكم. هاي الحشوة الأولى صارت جاهزة عنا. هلا عنا الحشوة التانية، هي عبارة عن جوز كمان معلقتين سكر بودرة، وماء زهر كمان معلقتين، وقطر كمان نفس الشي. طبعا الجوز كيلو والفستق كيلو. عم بعطيكم مقادير الكيلو. إذا بدك تعمل نص كيلو مثلا بتنقصوا من المعيار طبعا. كمان بنضربها بنفس الطريقة، أو بدكن عايديكم كمان بتحسنوا تفركوهم كمان، بس بالعجانة أسهل طبعا. عنا الحشوة الثالثة، عنا عجوة التمر كمان كيلو، بنضيف لها كمان معلقتين ماء زهر ومعلقتين قطر. هي ما بدها سكر، بنضربها كمان على الماكينة، وفينا كمان نفركها عايدينا. هاي الحشوات الثلاثة. في عنا آخر المرحلة هون بنحط لها معلقة سمنة مشان ما تصير دبقة كتير وتتكور معنا بشكل سهل. صاروا معنا هيك الحشوات الثلاثة جاهزين. بنجيب هون العجينة من البراد، طبعا بتكون ماسكة منيح. بنتركها شوي هيك 10 دقايق بحرارة الغرفة، بعدين بنقطعها وبنحطها بالعجانة كمان مشان ترجع كمان نضربها دور تاني. هون التدليعة عبارة عن 4 معالق قطر، وعنا 200 جرام سكر، و200 جرام مي. بنحركهم ندوب السكر منيح بالمي. طبعا أنا هون حطيت المقدار الكيلين الطحين، بس أنا كتبت لكم مقدار الكيلو الطحين. وبحط معلقة محلب. بتجيب العجينة بعد ما ضربتها بالعجانة شوي 10 دقايق. فيكم كمان تفركوه أول شي عايديكم. هون بنقوم بعملية تدليع، مو عجن، تدليع مثل هاي الطريقة هيك، بس انه تتشرب المي. لا تخافوا، هي حتى العجينة انتو بتحسوها انه خربت، انه طرية صارت، بس بتنشف دغري بتنشف. هلا بنبلش نعمل الحشوات كرات، نكورهم كلياتهم، بنحضرهم للحشي مشان ما نتعذب فيهم. الفيديو كان طويل، سويت فيديو تاني كملته.